فوجئ عدد من محبي النجمة اليمنية بلقيس فتحي بحذف أغنيتها الأخيرة والتي تحمل عنوان طاوع قلبك من موقع رفع الفيديوهات يوتيوب التي أطلقتها قبل أيام. وجاء قرار حذف كليب طاوع قلبك للفنانة بلقيس من اليوتيوب بعدما اتهمها الفنان المغربي موس ماهر بسرقة لحن أغنيته الغرام التي جمعته بالفنان الجزائري رضا الطالياني الذي أنتجها منذ سنوات. ويشار إلى أن بلقيس فتحي سبق أن علقت على اتهامات موس ماهر، حيث أكدت أن الإيقاعات الموسيقية الشمالية غالبا ما تكون متشابهة والمقامات كذلك، لكن الأغنية التي قدمتها لا تشبه أغنيته بأي شكل. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الجمعة أنه لا توجد حالة وفاة غير عادية في صفوف الحجاج المغاربة برسم موسم الحج الحالي، مضيفة أنه تم إلى غاية اليوم تسجيل 20 حالة وفاة. وأوضح بلاغ للوزارة حول الوفيات في صفوف الحجاج المغاربة أن هذه الحالات سجلت ما بين التنظيم الرسمي وتنظيم وكالات الأسفار، وهو نفس العدد تقريبا مقارنة بنفس الفترة من موسم الحج للسنة الماضية. وأضاف المصدر ذاته أنه خلال 20 سنة الماضية كان عدد الوفيات في صفوف الحجاج المغاربة كل عام ما بين 30 و 45 حالة. أما بخصوص وفيات هذه السنة يؤكد البلاغ فهي وفيات طبيعية، مذكرا بأن 15% من الحجاج المغاربة هذه السنة تزيد أعمارهم عن 80 عاما. تواجه الممثلة المغربية السعدية اللوك وضعا صحيا صعبا، حيث تم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الدار البيضاء، وذلك لتلقي العلاج اللازم بعد معاناتها من الشلل. وتكفل الممثل والمخرج المغربي سعيد الناصري بمصاريف علاج السعدية اللوك، وقام بنقلها من مراكش إلى الدار البيضاء. وفي تصريح له أوضح سعيد الناصري أنه لم يسبق له التعاون معها في أي عمل تلفزيوني أو سينمائي، ولكنه شعر بواجب مساعدة فنانة أمتعت العديد من المغاربة بأعمالها رغم أنها لم تستطع الدفاع عن حقوقها في الوسط الفني. وتأسف الناصري عن افتقار الوسط الفني إلى روح التضامن، وهناك من يعتقد أن تقديم المساعدة لفنان آخر يهدف إلى الشهرة بالإضافة إلى تقصير النقابات في أداء واجباتها. أطلت الممثلة المغربية عائشة ماهماه على جمهورها بعد الوعكة الصحية الصعبة التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة، حيث شاركت أجواء قضائها عيد الأضحى، مشيرة إلى أن الفنان أمين يوسف استضافتها في بيتها ووسط أسرتها الصغيرة للاحتفال بالعيد. ونشرت ماهماه صورة لها عبر حسابها الشخصي بالإنستغرام تحدثت فيها عن كرم المغاربة، قائلة في تعليقها: حتى واحد ما يموت بالجوع في المغرب الحمد لله، المغاربة كرماء واللمة مع الأسرة والأحباب هي الأفضل. شكرا فاطئة أبرياش وأمين يوسف. وشكر خاص للأستاذ بوعروة الذي يكرمني دون أن أسأله، ممتنة لكم، أدام الله أفراحكم ومسراتكم. عبرت المغنية الشابة إلهام العرباوي المعروفة بلقب إيلي عن صدمتها بعد تلقيها تعليقا من طرف متابع عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام. وتفاعلت إيلي مع تعليق متابع على صورها من داخل إحدى المصحات الخاصة التي كانت تتلقى فيها العلاج نتيجة إصابتها بتسمم غذائي. وتمنى المتابع موت إيلي ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الساتي، الشيء الذي دفعها للتفاعل مع التعليق، وكتبت: ما فهمتش هاد قمة الكره، بحال ما عرفت اش دايره البنادم، ما كنعرفكم ما كتعرفوني، هادشي حشومة وكيضر بزاف.
ويشار إلى أن إيلي كشفت في منشور لها عبر حسابها الخاص بموقع انستغرام تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت بها، مؤكدة أنها أصيبت بتسمم غذائي بسبب وجبة سريعة. شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي وطاط الحاج وميسور اليوم الأحد حادث سير مميت خلف قتلى وجرحى بدرجات متفاوتة الخطورة. وحسب المعطيات المتوفرة فقد لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث اصطدام بين سيارتين كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين بالنقطة الكيلومترية رقم 236 على الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين مدينتي ميسور ووطاط الحاج بإقليم بولمان. وأفادت مصادر أن 5 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، 2 منهم وصفت إصابتهما بالبليغ جدا. وفور علمها بالحادث حلت بعين المكان السلطات المحلية لفتح تحقيق أولي حول ملابسات الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أحمد بن دريس الميسوري بمدينة ميسور، فيما نقلت الجثث إلى مستودع الأموات بالمستشفى المذكور. ردت النجمة اليمنية بلقيس فتحي في حوار صحفي على الاتهامات التي وجهت لها من طرف الفنان موس ماهر بسبب أغنيتها المغربية الأخيرة طاوع قلبك. وقالت بلقيس فتحي: قرأت عن هذا الموضوع ولكن لم يتم التواصل مع فريقي، ولكن سمعت الأغنية ديالو. وتابعت بلقيس: الإيقاعات الشمالية تتشابه والمقامات كذلك تتشابه، ولكن الأغنية ما جاتش كتشبه ليها. وأضافت بلقيس فتحي أنها تقدره كفنان وتوجه له التحية، كما تفكر في إمكانية عمل ريميكس معه في المستقبل. واتهم مغني الراي المغربي موس ماهر بلقيس فتحي بسرقة لحن أغنيته الغرام التي كانت قد جمعته بالمغني الجزائري رضا الطالياني. أثارت مغنية الراب إلهام العرباوي الشهيرة بإيلي قلق متابعيها ومحبيها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام. ونشرت إيلي عبر خاصية ستوري صورة لها من داخل إحدى المصحات الخاصة أرفقتها بتعليق تطلب فيه من جمهورها الدعاء لها. ولم تكشف ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الساتي سبب تواجدها بالمصحة، واكتفت بمشاركة دعوات صديقاتها معها. كشف اليوتيوبرز المغربي رضا الوهابي عن تعرضه لإصابة أثناء تصوير حلقات برنامج جزيرة الكنز في موسمه الجديد. وتعرض رضا الوهابي لإصابة على مستوى الأنف حسب ما أعلن عنه عبر مقاطع فيديو وصور عبر خاصية ستوري بحسابه على الانستغرام. ووثق الوهابي بالصوت والصورة عبر حسابه الشخصي بموقع الانستغرام لحظة خياطة الجرح. أشاد الفنان المغربي حمزة الطاهري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام بالفنانة المغربية لبنى أبيضار، حيث نشر صورة جمعته بهذه الأخيرة وأرفقها برسالة تضمنت: في البداية التقيت بامرأة ذات حساسية كبيرة، ممثلة قادرة على إيصال رسالة من خلال نظرتها فقط دون أن تنطق حتى بسطر واحد. هذا المنشور الذي يشيد فيه حمزة الطاهري دفع الفنان لبنى أبيضار إلى الرد عليه بتدوينة أخرى قالت من خلالها: التحق اليوم بفريق عمل فيلم أوتيستو الممثل المتألق حمزة الطاهري، سررت بالاشتغال معك عزيزي. توفي المهدي الدغوغي اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي اليوم الخميس عن عمر يناهز 28 سنة، وذلك بعد تعرضه ليلة أمس الأربعاء لحادثة سير خطيرة أودت بحياته. وتسببت حادثة سير مميتة في وفاة المهدي الدغوغي الذي لعب للعديد من الأندية الوطنية،
هذا وأعلن أمين دغوغي عن وفاة أخيه المهدي الدغوغي في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام بعد تعرضه لحادثة سير مميتة. وكتب أمين دغوغي عبر خاصية ستوري: إن لله وإن إليه راجعون، البقاء لله، أخي مهدي في ذمة الله. ويعد الراحل مهدي الدغوغي من خريجي مدرسة الوداد الرياضي، حيث جاور العديد من الأندية الوطنية في مسيرته، من بينها جمعية سلا وشباب أطلس خنيفرة. واجهت المغنية اليمنية بلقيس فتحي اتهامات السرقة بسبب لحن أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان طاوع قلبك، والذي اعتبره البعض مقتبس من أحد أغاني المغني الشعبي موس ماهر. واعتبر العديد من النشطاء أن لحن أغنية بلقيس متشابه بشكل كبير مع لحن أغنية الغرام التي جمعت موس ماهر ورضا الطالياني، وهو الأمر الذي أثار استغراب المهتمين بالشأن الفني، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأغاني المغربية للسرقة. واختارت الفنانة بلقيس فتحي الممثل عبد الإله رشيد لمشاركتها بطولة فيديو كليب أغنيتها الجديدة، الذي صورت مشاهده في كل من مدينتي تطوان وشفشاون،